اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم عن ماتش مصر وغانا. هنقسمها لكذا نقطه. النقطه الاولى هنكون بنتكلم عن المدير الفني، تاني حاجه اللعيبه، تالت حاجه ايه اللي حصل في الشوط التاني خلى يظهر الاداء بالشكل ده. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه. يلا بينا حلقه. هنتكلم عن المدير الفني فيتوريو. لو كنا جبنا اي طفل صغير في الشارع وسالناه ايه ميزه منتخب مصر، هيقول لك ميزة منتخب مصر ان هو عنده اقوى خط هجوم من قبل ما بطولة افريقيا تبدأ. ده عيل صغير مالناش دعوة بالتدريب. صلاح هداف الدوري الانجليزي، مرموش تالت او رابع هداف الدوري الالماني، جايب لك فشيخ لك بايرن ميونخ 5-1، جايب لك جول وصانع لك 2. مصطفى محمد في نيلز هداف نيلز، وهو اللي بينافس مبابي على التهديف، اعتقد 7 اهداف وقصاد 12 هدف. وتريزيجيت ماشي كويس جدا في تركيا. فانت عندك خط هجوم مفير اكتر من خط هجوم نيجيريا اللي فيه اساميدا وفيه كذا لاعب. فخلاص، هنلعب ازاي؟ يعني لازم نهاجم، لازم نضغط من قدام. واتكلمنا عن الماتش الاولاني وقلنا مش هينفع ان احنا ما نهاجمش. طيب، ايه عيب منتخب غانا؟ اتكلمنا قبل الماتش قلنا عيب منتخب غانا ان هو عنده خط دفاع مراجيح. طب يعني انا عندي اقوى خط هجوم وعندي اقوى خط وعندي اضعف خط دفاع. نتيجة ايه؟ 5-6-0. وقلنا اخطاء ماتش زامبيا ولا موزمبيق. ماتش موزمبيق قلنا غلطنا ازاي وما ينفعش نلعب النني رقم 6، النني بيلعب رقم 8 عشان الناس اللي بتهاجم النني من رقم 8 من احسن اللعيبه اللي بتلعب. نتفاجئ اول 5 دقايق في الماتش التشكيل نازل هو كل اللي انت عملته طلعت لنا خط المدافع، خدت عمر كمال مكان محمد هاني. احمد حجازي انا كنت مقلق منه بس عمل لقاء كويس جدا. محمد عبد المنعم ماشي، هنتكلم عليه بعدين. والسكارة بقى محمد مروان ده ولا مروان محمد، ده بيلعب ايه؟ ولا مروان حمدي ولا محمد حمدي، انا فاكر اسمه. جاب لي ضغط الواد ده، جاب لي ضغط اصلا. واخد فتوح ليه؟ يعني انت واخد فتوح ليه وانت بتلعب الاخ ده؟ واحنا قايلين من الماتش اللي فات ده مش نافع. يعني جون بيساوي 100%، بس هنرجع له بعدين برضه اللاعب. خدت النني وخدت جنبه فتحي وامام عاشور. انا مش قلت كده، قلت خلاص امام عاشور وحمدي هيلعبوا 6 و6، والنني هيلعب فوق هو، وصلاح ومرموش ومصطفى محمد. اول 5 دقايق في انفراد، ابص الواد طلع ازاي، الواد طلع ازاي، الاقي النني واقف لوحده ارتكاز. يا صلاة النبي، ولا كأنك اتعلمت حاجة. اول 5 دقايق بعد كده لقيت النني نزل بقى جنبه شوية امام، وحمدي منطلق فوق، حمدي فتحي. هل احنا بنعمل هجمات؟ ده هو بينطلق. احنا بناخد الكورة نديها لصلاح او نديها لمرموش، نلاقي قدام مصطفى محمد وحمدي فتحي بيعملوا ايه مش مهم، بس هو احنا قدام. فضلنا كده لغايه ما اتصاب صلاح وطلع النني، وابتدى شكل المنتخب يتغير. هنتكلم عن اللعيبه لوحدها يعني ده جزء المدرب دلوقتي. بس لما جينا بقت النتيجه 2-2، رايح تخرجني تعمل لي تبديل حمدي فتحي بمروان عطيه؟ يعني انت ضاغط نفسيا، هم ابتدوا اوحش، بدنيا ابتدوا يقعوا. اضرب بقى، ارزع، فرجني كده على الرزع. لا ده انت بتشيل لي لاعب وبتنزل لاعب مدافع، وده التغيير التالت. يعني لسه معاك تغييرتين، لا مش هعمله، حرام. غالبا كل تغييره بيعملها بيتخصم من مرتبه $10 ولا حاجه. يعني انا دافع 200 الف
دولار في السنة لحتة مدير فني فاشل. تغييرات، هو مخه مش معانا، والله مخه ما معانا. انا عاوز انزل، دي حاجة و80، لياقتي واقعة ولياقتهم واقعة. عندي كهربا بره، عندي زيزو بره. زيزو ده انا لسه هتكلم عن زيزو كويس، أنا افتكرت زيزو بره. ما نزلش حد، انا لازم اروح عطيه عشان ادافع. انت طالع مبسوط ب2-2. محمد صلاح جه وقع. اصابة صلاح غالبا مش هتشد عضلي ولا حاجة، دي اصابة نفسية، ضغط نفسي عليه فهي سبب الاصابة. اما طلع الطبيعي ان احنا الماتش اللي فات لعبنا زيزو وصلاح في نفس المكان، عشان زيزو احسن لاعب في مصر، وصلاح احسن لاعب في العالم، رقم 3 على العالم في 2018، بس احنا مسكنا فيها. ف محمد صلاح مش قادر، غمتين كده زيزو نازل، لا لا مصطفى محمد، لا لا مصطفى فتحي في الجلاش، وكل اللي طالع بيشيل مصطفى فتحي مش عارف يشيله بايه. ما عملش غير طريقه واحده في الماتش كله. اللي بيقول لك لا اصل خلى الفرقه تلعب، لا ما خلاش الفرقه تلعب. انا لسه هتكلم اقول لك احنا ازاي لعبنا. وعلى فكره المدير الفني مش اي علاقه باللي حصل في الماتش. بس ده بالنسبه لفيكتوريا. فيكتوريا انا بديله 0، لو في بالماينس هنديله بالماينس. والماتش الجاي لو هيفضل بالطريقه دي يا ريت يخلص البطوله يروح على بلده، احنا مش عاوزين وجع دماغ. وما زلت بقولها، مفيش احسن من المدير الفني المصري. تخش على اللعيبه. اللعيبه شوط اول لعيبه واقفه اقماع، جون اللي دخل فينا زي المعتاد، عدم ضغط. واحنا قايلين لما هيرجع القندوسي عمل خطر علينا، دخل القندوسي كالعادة. النني بيحلق بس مش مكانه، مقدرش اشيل النني حاجة، هشيل الاخ اللي موقف رقم 6 كالعادة. حجازي متأخر، الراجل دخل بيشوط، نني بيعمل تاكلينج، حجازي عمل تاكلينج، الكورة معدية من وسطهم هما الاتنين عادي خالص. والشناوي واقف سرحان. للأسف النهاردة أنا كنت واقف يعني بعد ما بتفرج على الماتش، الشناوي واقف مهزوز. أول مرة أحس بقلق والشناوي واقف في الجول. خلص الشوط الأول، مدير فني فاشل مش عارف يمشي أي حاجة. طلع مصطفى، طلع محمد صلاح، فاللعيبة خلاص هتعمل إيه؟ الوحيد اللي بشيد بيه، اللي كسر قاعدة المدير الفني ولعب بدماغه، كان هو عمر مرموش. أول 10 دقايق لعبنا عادي خالص، الراجل زهق، مش عارفين نعمل هجمة، قال لك ملعون أبوكوا، هبقى الكورة، ملعون أبو الخطة، ملعون أبو المدير الفني، أنا هلعب بطريقتي. شفنا بيخش من اليمين والشمال ومش عارف يتحرك ولا ليه دعوة بالخطة. هنا ابتدت اللعبة تسخن. مش عيب المدير الفني يحط تشكيل غلط، بس انا ممكن اغير. اللعيبه الكبار بتغير، سيبك من كلام المدير الفني. انا في ارض الملعب شايف الكلام غلط، هغير كلام المدير الفني. وده اللي عمله بالظبط مرموش. تيك 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 تيك، شوطه شالها واعب، شوطه شالها التاني، وهكذا لغايه اما حصل الميس باص. شوطه مرموش بسرعته رقص الجون ودخل الجون، ورقص الحارس ودخل الجون. هنا كان في نقطه تحول. امام عاشور اللي كان في الشوط الاول سداح مداح، اثبت للعالم العربي ان هو لا، انا هقف وهسد وهقدر. وعجبني جدا رجولته في الشوط التاني. حتى النني ابتدى يشد بعد ما دخل جول التعادل. فرحنا، جالنا مروان حمدي الله يهده، ودي مشكلة بالنسبة لي لازم يحلها، لازم نشوف فتوح. 2024 يا مؤمن، كرة تتلعب اوت، الراجل داخل، قندوس داخل، هوشه. الطبيعي ما هتخش هترفع، المدافع بيخش ايدك في ظهرك، تحط ايدك ورا ظهرك ورجلك في رجله او تعمل تاكلينج، ما بننطش. فكرة النط دي خلاص، دي في الفاولات بس يا حبيبي، انت مش واقف حيطه. هوشه لقيناه بينط والتاني راح واخد كسر لبره. كسر لبره، جه يشوط النني ما وقفوش كالعاده، بيحلق بس، تخبط الكوره في عم منعم وتخش جون في الشناوي. عم منعم
من المدافعين الجامدين جدا، بس هو حاسس هو دلوقتي المفروض يلعب في ليفل برشلونة، ليفل ريال مدريد، مش ليفل اللي احنا فيه، فبطل يدي كورة. فبقاله فترة فاكر نفسه اللي هو راموس الكرة المصرية، فمش هيلعب. انا المستوى ده مش مستواي، مش هدي نفس المستوى. اتمنى ان انت ترجع شخصيتك تاني وتفتكر انت لسه ما عملتش حاجة، انت لسه في الاول. انت مبقتش وائل جمعة يعني، معكش 6 7 افريقيا. تلعب برجولة وانسى اللي انت نجم النجوم. طبعا دخل فينا الجون التاني، نزل تريزيجيت. اللي حصل ان اللعيبه مبقاش فيها مركزيه، بعيدا ان طبعا فيكتوريا ما بدلش كتير، بس اما نزل تريزيجيت حللك حاجه تانية. بقى عندك مرموش وتريزيجيت بيخشوا، وما تريزيجيت بياخد الناحيه دي بتلاقي مرموش دخل مهاجم التاني جنب مصطفى محمد. ودي عجبتني. في كوره زي زونجو وزدان كده لقينا تريزيجيت تيك ضغط قطع باصه، تحرك اكثر من رائع لمصطفى محمد. الناس كلها اتكلمت على تريزيجيت، بس مصطفى محمد عمل مجهود في الجون ده عالمي، يشكر عليه. وحطها كوبري ما بين الجون، وبقت 2-2. بعد 2-2 ابتدينا نتراجع تاني اللعيبه نفسها. مش مدير فني، مدير فني حمار كده مش فاهم حاجه اصلا، هو ما اعرفش عملنا ايه، ما اعرفش اللعيبه غيرت مكانها ليه اصلا، هو واقف الناس دي بس ما بتسمعش كلام ليه. بس بعد 2-2 احنا كمان تراجعنا. ليه؟ مرموش كان تعب. فانت لما تيجي تطلع لي مرموش وتنزل لي مكانه مروان عطية عشان تكمل الدفاع، ده احنا كده يعني في الضياع. يابا فين زيزو؟ يابا فين كهربا؟ كهربا لو كان نزل وزيزو كان نزل بسرعتهم بالقوه دي مع الضغط على المدافعين، كان زماننا بنقول النتيجة ممكن توصل 3-4. بس عشان معانا مدير فني مش واعي، احنا عندنا كام تبديل، مش واعي احنا فين، مش واعي قوة منتخبه ايه، فمش عارف يبدل. فيكتوريا كان في زهايمر. اللعيبة عامة اللي من أول البطولة اللي محدش يقدر يلومها هو مصطفى محمد، هو مرموش، هو تريزيجيت. اللعيبة بلا استثناء في الضياع. ده فيهم محمد صلاح. محمد صلاح الإصابة اللي جات له أنا شايف اللي هو يشيل شوية كابتنة من عليه، عامله له ضغط نفسي ومش هيقدر يكمل بيها. دي وجهة نظري انا. عاوز تنجح يا صلاح، ادي شوية كابتن الحجازي او للشناوي. انا الفيديو اللي فات كنت بهاجم فيه حجازي وكنت بقول مش عاوز يلعب على اساس ابراهيم يلعب. النهارده بصراحة حجازي عمل ماتش من 4 ماتشات. شابوه حجازي. مش عيب ان واحد يقول حاجة ويلاقي اللاعب رد عليه، بالعكس. لا، اتمنى كمان صلاح يرد علينا، واتمنى انني يرد علينا، واتمنى لعيبة مصر كلها ترد علينا. انا كده خلصت كلامي عن الماتش، بس في نغمة كده مش عاجباني هنرد عليها دلوقتي، وهي احنا خرجنا اهو هننافس على التالت، فانا هرد على النغمة دي دلوقتي. اخر حاجة، فرص صعود مصر. في ناس كتير بتتكلم غلط ان مصر خرجت خلاص، ودع البطولة، باي باي، نحضر الشوط ونرجع. انا همشي معاك بالسيناريوهات واحدة واحدة. النهارده ماتش فالفيردي، النهارده ماتش بتاع كافيردي وموزمبيق. لو فاز كافيردي هيبقى معاه 6 نقط، وانت هتعتني مجموعة ب2. موزمبيق نقطة وأنا نقطة. فوزك الماتش جاي بقى معاك 5 نقط، فانت صعدت تاني المجموعة رسمي. طيب في حالة تعادل موزمبيق النهاردة مع كاب فيردي، هيبقى هما معاهم 4، كاب فيردي مع 4، موزمبيق وانت 2-2، وغانا نقطة. في حالة فوزك انت أصبحت 5. في حالة فوز غانا فأصبحت انت أول المجموعة أصلا. ده في حالة تعادل أو خسارة كاب فيردي النهاردة، فانت ممكن تصعد أول مجموعة وانت مغمض عينك. طيب في حالة فوز موزمبيق بماتشين هتلاقي اول وانت تاني، بس انت لازم تكسب الماتش الجاي. فانت ولا مستني مركز تالت، ولا انت مستني اي حاجه من اي حد. انت كل المطلوب منك ان الماتش الجاي تكسبه. موزمبيق اتعادلت النهارده او كسبت النهارده، ريحتك ممكن تصعدك اول المجموعه في حاله انك فزت على كاب فيردي. فلسه مفيش اي حاجه، انت لسه متواجد، انت لسه فريق كبير. محتاجين بس حد يقعد يتكلم مع المدير الفني. لازم نرجع نشوف رقم 6 مروان عطيه او مهند لاشين. لازم نشوف فتوح مكان مروان حمدي ولا محمد حمدي ده.
ايا كان اسمه. لازم عمر كمال ما يتعبش بسرعة، لو مش هيقدر يبقى في شوط ليه وشوط لمحمد هاني، الاتنين كويسين جدا، الاتنين لعبهم كويس. انت ما زلت مرشح للبطولة، انت ما زلت جوه البطولة، ما خرجتش. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلينا نقول احنا خرجنا ان احنا نخسر الماتش الجاي بس، حتى التعادل ممكن يصعدك احسن توالت. شكرا على الاستماع للحلقة، واشوفكم في ماتش مصر الجاي. سلام.